أكيد كل شي شاف الروينة اللي واقعة في الدوري الإسباني، ومن بعد ما فريق ريال مدريد تقسق على يد مانشستر سيتي ورجع بواحد النفسية اللي محبطة، وهذا الشيء اللي خلى حتى بعض اللاعبين يحسوا بخيبة أمل فيما تعرض اللاعب البرازيلي جينيور فينوسيوس للعنصرية. فشنو هي وقائع هاد الأحداث والسبب اللي خلى المباراة تشحن هكذا؟ مساج الدكة ديالك وحطها فوق طويبلة وسافر معاه. شهدات مباراة ريال مدريد مع فريق فالنسيا حتى الدقيقة 70، أحداث اللي متصاعدة قليلا وجدالات اللي وصلات حتى للشجار بسبب تعرض اللاعب البرازيلي فينوسيوس جونيور لكلمات عنصرية بحيث وصفوه بالقرد وكلمات أخرى حادة قليلا. واللي خلات اللاعب يدخل مع جماهير في جدال ووصل حتى لبعض اللاعبين من فريق فالنسيا الأول. المدرب حاول باش يهدي اللاعب قليلا ووفق دوك الكلمات اللي تعرض ليها، وكان فعلا في واحد الحالة نفسية يرثى لها. وبعد صعوبة ديال الإقناع ديالو استطاع المدرب باش يقنعه ويكمل المباراة مع الفريق ديالو، بحيث ديك الساعة فريق الريال كان خاسر بنتيجة 1-0، وجونيور تعتبر من النجوم الحالية الكبار في الفريق واللي قادرين يغيروا نتيجة المباراة في أي دقيقة في الوقت. وتستمر هتافات العنصرية في ملاحقة اللاعب ذو 22 سنة في الدوري الإسباني، بحيث ماشي هذه هي المرة الأولى اللي تتعرض لهذه الهتافات العنصرية، وهذه المباراة فقط كانت النقطة اللي أفاضت الكأس وأثارت جدال كبير في الدوري الإسباني. Tout à fait, tu sais, dans tous ces stades, que l'on soit en Espagne, que l'on soit en Italie aussi, dernièrement, il n'y a pas longtemps. خرج المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلوس أنشيلوتي وعبر على الغضب ديالو من بعد ما تعرض اللاعب لهتافات عنصرية، وتحدث لوسائل الإعلام وقال لهم هو أنه ما مهتمش بنتيجة المباراة، وفعلا فريق ريال مدريد ما تتهموش نتيجة المباراة بحكم أنه مشات ليه صدارة البطولة، وربما هو في المركز الخامس أو الرابع وضمن مكانه في بطولة الكأس الأوروبي. وكمل المدرب وقال لهم أنا مهتم بهذه الهتافات العنصرية اللي تعرض لها اللاعب واللي شحنت المباراة وخلت اللاعبين يدخلوا في شجار مع بعضياتهم. Otras veces, mas así no. Así no, es inaceptable. بحيث أن اللاعب كمل المباراة وما بقى والو على النهاية ديالها، ووقعت مشادات ما بين اللاعب فينوسيوس ولاعبين فالنسيا، حيث أن الحكم شهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب تقريبا في الدقيقة 97 من المباراة، يعني في آخر الدقائق باش يطلق الصافرة ديالو. وهذه البطاقة الحمراء اللي تلقى زادت شحنات في الأوضاع حتى في المباراة وخارج المباراة، يعني خارج الملعب. في حين أن اللاعب عبر على الحساب ديالو في موقع انستغرام أنه الجائزة اللي ربح بعد الدفاع ديالو على نفسه من هذه الهتافات العنصرية اللي وقعت ليه واللي تتوقع اللاعبين بزاف في شتى الدوريات الأوروبية، يعني ماشي الدوري الإسباني بوحده اللي تلقاو فيه هذه الهتافات العنصرية. وقال لهم بعد وصفي بالقرد وباش الحكم ياخذ لي الحق ديالي كيقوم بالطرد ديالي في الدقيقة 97 من المباراة. وهذه الجائزة هي اللي خلات الجماهير اللي هتفوني بداك اللقب انهم يربحوا. واضاف انه البطولة اللي كانت في ملك القبيح ديال الكرة رونالدينيو والساحر ميسي ورونالدو البرازيلي وكريستيانو رونالدو البرتغالي، انها اليوم ما بقاتش تنتمي ليهم ديك البطولة ورجعات تنتمي لجماهير عنصرية واتحاد عنصري واللي تشجع على هذه الهتافات العنصرية. واختمها بأن هناك أمة جميلة رحبت بيا ولكن وافقات على تصدير صورة العنصرية للعالم بأكمله، وتيقول أنا آسف على هذه الصورة اللي تصدرت وانتشرت في العالم كامل، ولكن اليوم في البرازيل ولاو تعرفوا أنه دولة إسبانيا هي دولة عنصرية. كان هنا الحكم تقرقب السفارة ديالو وتتسالي المباراة ديالنا، ونتلاقاو في مباراة أخرى في موضوع آخر. كان هنا